مساء الفل. وداد بس حبت تطلع تمسي عليكم وتقول لكم السلام عليكم. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة لسات. هنتكلم النهاردة عن الفنانة جوري بكر اللي بتقدم دور وداد في مسلسل جعفر العمدة، وهنشوف جوري بكر بتنفعل بعد هجوم الجمهور عليها بسبب دورها في المسلسل وجوازها من شوقي فتح الله. بس قبل اي حاجة من فضلك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو ما كنتش مشترك، وفعل زرار الجرس على كل الاشعارات، ضروري جدا جدا علشان كل جديد يجيلك لحد عندك. جدل كبير حصل في اليومين اللي فاتوا بين الجمهور بسبب مشهد جواز وداد من شوقي فتح الله في مسلسل جعفر العمدة من غير ما تتطلق من سيد، وازاي تتجوز من غير طلاق وفين شهور العدة. لكن بعد كده عرفنا ان وداد خلعت سيد من 7 شهور من غير ما تقوله، وكانت عايشة معاه في الحرام طول الفترة دي. والحقيقة الدور ده عمل جدل كبير على السوشيال ميديا وأثار غضب الجمهور جدا، وده دليل على نجاح المسلسل ونجاح وداد في الدور ده لدرجة انها قدرت تخلي الجمهور يكرهها، وده عرضها لكمية كبيرة من التعليقات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي. في البداية كانت بتتفاعل جوري مع التعليقات دي، وكانت بتشارك تعليقاتهم على حسابها في انستجرام، وكانت فرحانة بتفاعل الجمهور مع المسلسل ومع الدور اللي هي بتقدمه. لكن لما الموضوع زاد ووصل لحد الإهانة والشتايم، نشرت جوري بكر ستوري على حسابها في موقع انستجرام وقالت: فضلا وليس أمرا، أرجوكم ده تمثيل، أنا عارفة مش قصدكم، بس كفاية سب وقصف وشتايم، وحسبي الله ونعم الوكيل وربنا ينتقم منك، وحاجات كتير كأنكم بتدعوا عليا. صدقوني الكلام ده بيأذيني نفسيا، عيب عيب. علشان كده مش بعمل شير لناس كتير احتراما لأهلي وزوجي، من فضلكم شكرا. ولحد هنا يكون الفيديو خلص. إلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد. سلام.